النهارده هنتكلم بمنطق الأهلاوية، خلي الأرقام تتكلم، كفاية تقديس. ازاي؟ الكابتن أحمد عيد عبد الملك قعد 17 موسم متتالي متفوق على الخطيب بموسم من 17 سنة، من بداية من موسم 2002 ل 2003 إلى موسم 2018 2019 قاعد يسجل أهداف. ماشي؟ جميل لحد كده، وقلنا خلاص كده الاعلام هيبتدي يتكلم عن اخطر خطير احمد عيد عبد الملك ان هو 17 موسم بيهدف. هل اتكلم الاعلام؟ الاجابه لا. ليه؟ علشان يفضل يحشي في دماغ الشباب والاجيال اللي طالعه ان الخطيب اسطوره. هو احنا ليه بنحب نعيش في حكايات قديمه وننسى اللي بيحصل قدام عينينا؟ يعني لما لاعب زي احمد عيد عبد الملك ده يسجل 17 موسم متتالي نكبر دماغنا ونعديها كانه خبر صغير بيتكتب في اخر الشريط. طب ليه؟ علشان الاسم مش ترند، ولا عشان مش داخل في قصه الاسطوره الجاهزه؟ الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها ان احمد عيد عبد الملك سجل في 17 موسم تسجيل متتالي. الخطيب سجل 16 موسم ومش عارفين بقى كان بيسجل اهدافه ازاي، ما شفناش، احنا ما كناش عايشين زي ما بيقولوا على الستة صفر كده. بس فين الكلام؟ فين التحليل؟ فين الضجه؟ ولا هو الاعلام اللي عنده قاعده اللي اتكتب له النجوميه زمان خلاص يعيش عليها طول العمر؟ بص بقى يا صاحبي، الفرق بين الاثنين واضح. واحد اتصنع له المجد في زمن النجوم القليله، وواحد حارب في زمن الزحمه وفضل ثابت 17 سنه. زي ما بيقولوا اللي يطلع الجبل مره مش زي اللي يطلع له كل يوم. ولا احب اقول لك حاجات تانية كمان، بس بنقول ان في حد تاني عمل تاريخ برضه غصب عن التجاهل، يعني بالعقل كده. 17 سنة بتسجل ولسه محتاج حد يعرف الناس بيك؟ ده لو كان في اوروبا يا صاحبي كانت عمل له تمثال في نص الميدان. فوقه بقى، الكورة مش بالحب، الكورة بالارقام زي ما قالوا الاهلاويه وهم بنفسهم بيقولوا كده. ده محمود الخطيب اللي الاعلام قاعد يصوره لينا ان هو اسطوره. ده الكابتن احمد عيد عبد الملك. النهارده هنتكلم عن الاسطوره احمد عيد عبد الملك. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بالارقام. الكابتن احمد عيد عبد الملك قعد 17 موسم يسجل اهداف في كل الانديه اللي لعب ليها، بس اعلامنا مش هيصور ولا هيبين الكلام ده. ليه؟ علشان يفضل الخطيب هو الاسطوره وبس. جايب لك راي علي زور الاهلاوي في الخطيب، اسمع بنفسك كده. ياخدها ربيع بيرقص مجدي عبد الغني. الخطيب بيحب يتفلسف، اتاخدت منه وترقص، وخلى جمال عبد الحميد يترقص كمان، وادي يترقص كمان ربيع ياسين. كل ده كله سببه ايه؟ الفزلكه والحزلكه والفلسفه زياده عن اللزوم والحسوكه. وعلى طول طويله تروح الكوره لنهيلاسي تطول منه يرجعها لورا تروح لجمال عبد الحميد لعلاء ميهوب، جمال عبد الحميد وجمال عبد الحميد لعلاء ميهوب، هات وخد. وعلى جنب حماده صدقي، وحماده صدقي بعرض الملعب ياخدها فريند ويطلع كوره فوق الخشبه كورنر. ضربه ركنيه لمصر من ناحيه. ودي جزء من اهداف اللاعب احمد عيد عبد الملك وهو في نادي الزمالك. كل الاهداف احمد عيد عبد الملك قعد 17 موسم لحد ما اعتزل، وكان احمد عيد عبد الملك بيهدف في كل الانديه اللي هو بيلعب لها. انت متخيل؟ واعلامنا مش عايز يبين لاعب زي احمد عيد عبد الملك وارقام ولا يسلط الضوء عليها عشان يفضل الخطيب هو الاسطوره الاعلاميه الوهميه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انا بكلمك بنفس منطقك انت كاهلاوي بتقول لي الارقام والبطولات. ادي احمد عيد عبد الملك 17 موسم قعد يسجل ويهدف، ولكن هل هتقتنع بالكلام ده؟ هتقول لي اذا بنفس منطقك يا سيدي احمد عيد عبد الملك ده اسطوره. ليه اسطوره؟ لان حضرتك بتقول الاسطوره بيبقى بالبطولات وحبه حاجات، فهي الحاجات دي كلها موجوده في مين؟ في احمد عيد عبد الملك بالارقام، ان هو قعد 17 موسم يسجل. هتيجي تقول لي طب لو قلت لك شيكابالا هتقول لي لا اصل شيكابالا والاهداف ومش عارف ايه. هنسرد الكلام ده كله، ده اول جزء من حلقه هدم اسطوره الخطيب. ليه؟ علشان التاريخ ما بيتصورش. اعرفوا التاريخ وبعدين اتكلموا عليه. انتوا بتدلسوا وبتصوروا للاسف.